السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اليوم سأوضح كيفية الوضوء، ولكن قبل ذلك هيا نعرف ما هو الوضوء. الوضوء هو عمل التطهير النفسي باستعمال الماء الطاهر المطهر، ويعد بطريقة معينة قبل أداء العبادة مثل الصلاة والطواف ومس المصحف القرآن. لماذا نحتاج إلى الوضوء؟ الغرض منه هو إزالة الحدث الأصغر، وهو أحد شروط صحة الصلاة. الوضوء أمر مهم يقام به قبل الصلاة، لأن الصلاة دون وضوء لا تصح، وهي كالاغتسال بغير ماء. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدة آية 6. ثم أركان الوضوء هي الأمور الواجبة في الوضوء، فمن أتمها صح وضوءه، ومن ترك واحدا منها بطل وضوءه. ما هو الأركان الوضوء؟ الأركان الوضوء الأول هو النية، ثم الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، الرابع مسح بدء الرأس، الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين، والآخر الترتيب. وبعد ذلك هناك سنن الوضوء، فمن فعلها نال الأجر، ومن لم يفعلها لا يعثم ولا ينال شيئا، وصلاته صحيحة. ثم سنن الوضوء. ما هو السنن الوضوء؟ السنن الوضوء الأول هي التسمية قراءة بسم الله، الثاني غسل الكفين في أول وضوء، الثلاثة المضمضة، الأربع الاستنشاق والاستنثار، الخامس مسح جميع الرأس، السادس مسح الأذنين، السابع تخليل اللحية والأصابع، الثامن تقديم اليمنى على اليسرى، التاسع الاقتصاد في الماء، والآخر الدعاء بعد الوضوء. ثم لنشاهد المقطع الفيديو عن كيفية الوضوء الذي يتضمن أركانه وسننه. هيا نشاهد معا. هيا. أولا قراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يغسل الكفين 3 مرات. 1 2 3. ثم يتمضمض 3 مرات. ثم نخرجه إلى اليسرى، ثم ننتشك إلى الأنف ونخرجه 3 مرات أيضا. ثم النية ولفظ النية نويت وضوء لله تعالى أو
نويت غسل الحدث الأصغر لله تعالى. ثم يغسل الوجه من موادع نبات الشعر إلى الذقن وإلى الأذن إلى الأذن 3 مرات. نويت وجوه لله تعالى. ثم يغسل اليد اليمنى إلى المرافق واليد اليسرى إلى المرافق 3 مرات. ثم نمسح أعلى الرأس أو بعضه بالماء 3 مرات. ثم نمسح الأذنين اليمنى ثم اليسرى. ثلاث مرات. ثم نغسل الرجل إلى الكعبين 3 مرات، اليمنى ثم اليسرى. ويجب أن نراعي الترتيب بين الأعضاء ولا نتوقف طويلا بينها. ثم ننتهي الوضوء بقراءة الدعاء بعد الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. آمين. ثم هيا الصلاة. نواكد الوضوء. من فعل شيئا من نواكد الوضوء بطل وضوءه ولا تصح صلاته إذا صلى وهو على غير وضوء. ثم هيا نتعارف نواكد الوضوء. الأول وما يخرج من السبيلين. الثاني زوال العقل أو الوعي بالنوم أو الجنوب أو الشكر. الثالث لمس الرجل المرأة الأجنبية بشهوة. الأربع مس الفرج باليد من غير حائل. والخامس أكل لحم الإبل. السادس الردة عن الإسلام. حكمة الوضوء. عندما نؤدي الوضوء بإتقان فإننا ننال كثيرا من الحكم والفوائد، ومنها أولا الطهارة الظاهرة والباطنة. الثاني الاستعداد لمناجاة الله في الصلاة. الثالث تكفير الذنوب والسيئات. الأربع
تجديد النشاط والحيوية، ثم الاحتراز من النجاسة والقاذورة. الثالث اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر زيادة النور يوم القيامة. وإلى هنا ينتهي ما عندي، وأرجو أن تكون الكيفية التي ذكرت قد تساعد على العمل بها. وبالله التوفيق وهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.